الديناصور بيتكلم ازاي يا ماما؟ هو حقيقي ولا لعبة؟ لا يا حبيبي، مش حقيقي، ده معمول بطريقة اسمها الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد. والورا الكرتون ده في فريق كبير بيشتغل شهور وشهور عشان يطلع بالشكل الجميل ده. يعني بيقعدوا يرسموا كده على طول؟ الرسم هو البداية بس، دي أول خطوة. الفنانين بيرسموا أفكار الشخصيات والأماكن اللي بتحصل فيها القصة. طب وبعدين؟ يجوا بعد كده الناس بتوع ال 3D موديلينج يستخدموا برامج معينة علشان يبنوا الشخصيات على الكمبيوتر بشكل مجسم. يعني هما بيعملوا على الكمبيوتر؟ بالظبط، زي النحت كده بس نحت رقمي. وبعد كده يجي دور التحريك أو الأنيميشن، دي المرحلة اللي بيخلوا فيها الشخصية تتحرك وتتكلم وتضحك وتمشي وتتصرف زي البني آدمين الطبيعيين. ازاي بيحركوها طبيعي كده؟ هنا بقى بيجي دور ال AI أو الذكاء الاصطناعي. في برامج بتساعد الرسامين على توقع الحركات الطبيعية وبتخلي الشخصيات تتحرك زي أي إنسان طبيعي. طيب AI بقى عارف ازاي؟ الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي بيتعلم من فيديوهات حقيقية لحركات الناس، بيعمل زيها، وده اللي بيخلي الكرتون واقعي جدا حتى لو الشخصية خيالية زي الديناصور. طيب والصوت؟ في ممثلين بيسجلوا الكلام وبعد كده يستخدموا برامج تانية علشان يربطوا الصوت بحركة الشفايف في الكرتون. ده في ناس كتيرة بيشتغل على الكرتون ده يا ماما. كتير جدا، فنانين ومبرمجين ومهندسين صوت وناس بتكتب سيناريو وناس بتراجع التفاصيل عشان يخلوا كل حاجة مظبوطة.